الويكا الأسواني بقى حاجة تحفة. البامية بقى الناشفة اللي بتجيبيها وتطحنيها كده تبقى بودرة، بتعمل طبق بامية جنان. يلا بينا أقول لكم الطريقة. شوربة على النار، أول ما تغلي معاكي تنزلي بقى ببودرة البامية دي أو البامية الناشفة، حاجة تحفة. بتحطي بقى الكمية المناسبة وتضربيها بالهاند بلندر أو في الخلاط زي ما انت حابة، أو بالمضرب السلك لغاية بس ما تندمج معاكي وتدوب وسط الشوربة كده. وتظبطي القوام بتاعها، شايفين ازاي؟ يبقى بالسم كده، تحفة تحفة بجد. نعمل بقى الطشة بقى، راس توم كده حلوة بتفرميها، ومعلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، وتنزلي بملح وفلفل وشطة، ويلا بقى أحلى طشة للبامية. أول ما تقرب تصفر معاكي ننزل بالكزبرة، لأن الكزبرة طبعا بتتحروق بسرعة فبنخليها للآخر وتفضل ريحتها كده موجودة كده وتحفة. يلا بينا ننزل بقى بالطشة بقى على البامية. يا سلام، حاجة جنان والله، ريحتها جت لآخر الشارع. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ما تقليهاش عن كده. بننزل في نفس الطاسة بتاعت الطشة بطماطمتين كده فرمتهم ناعم، ونزلت عليهم بشوية ملح وفلفل اسود وشوية شطة وشوية كزبرة كمان، واسيبها بقى ايه تغلي غلوتين بس كده، تتسبك على خفيف كده على النار. اول ما تتشوح معايا على النار انزل بقى بايه بكبشتين من الباميه دي، اخليها كده تاخد تكتكه كده بسيطه على النار، وانزل بالطاسه دي بقى ايه على الباميه. يا سلام، تاكلي احلى طبق باميه ناشفه ما كلتيهاش في حياتك، حاجه فعلا جنان. هي طبعا زي الويكه التانية اللي بنعملها الصعيدي، بس دي ليها طعم ودي ليها طعم. طبق خطير بجد، يا رب يعجبكم.